معظمنا بيفوت وجبة الفطار عشان ما عندناش وقت، مع إنها أهم وجبة في اليوم. وفي طرق كتيرة سهلة وبسيطة عشان ناخد فطار صحي وخفيف. ممكن نحضر وجبة فطار سهلة وسريعة مثل الحبوب الكاملة اللي هي مليانة بالألياف وبتمدنا بالطاقة طول اليوم، زي البليلة والشوفان. والمرة دي اخترت لكم للفطار نسل فتنس. هناخد الكمية اللي تناسبنا من نسل فتنس ونضيف عليها الفاكهة اللي احنا بنفضلها أو المتوفرة عندنا في البيت. احنا النهاردة اخترنا الفراولة، وبرضه هنضيف الكمية اللي تناسبنا، والموز، وبعدين هنضيف لبن خالي الدسم أو نص دسم زي ما بتفضلوا. وبكده بقى عندنا فطار خفيف وصحي ومشبع بسرعة جدا. وعندي ليكم نصيحة كمان، لو انتوا فعلا مستعجلين حضروا فطاركم وخدوه معاكم، ولما تبقوا جاهزين ضيفوا عليه اللبن وبألف هنا وشفا. كلنا بنحب الفراخ وهي مصدر مهم جدا للبروتين. مش لازم ناكلها بانيه، ممكن نتبلها تتبيلات مختلفة ونشويها في الفرن أو نحمرها بالطاسة. النهاردة هنحضر الفراخ بطريقة لذيذة. هنحطها بكيس ونضيف عليها التتبيلة. النهاردة أنا اخترت لكم تتبيلة الثوم والروزماري وزيت الزيتون. بكل بساطة احنا عندنا ثوم مهروس، هناخد عرق من الروزماري هنفرمه ناعم وهنخلطه مع الثوم ونحط عليهم شوية ملح وهنهرسه تاني عشان نطلع الريحة الحلوة من الروزماري. هنضيف زيت زيتون ونخلطه كويس، ودي هتبقى التتبيلة بتاعتنا. هنضيفها على الفراخ، هنتبل الفراخ كويس بكل بساطة. هنحطها في الطاسة، ممكن أرش فلفل أسود، هي الفراخ كده خلاص استوت. احنا النهارده هنقدمها مع نص الطبق خضار وربع الطبق رز، والربع الاخراني هيبقى الفراخ المشويه اللي احنا عملناها. ودي الطريقه الصحيه والمتوازنه للوجبات الرئيسيه. وزي ما انتم شايفين حضرنا طبق صحي ومتوازن وبسرعه. الخضار حاجه مهمه قوي ندخلها في اكلنا اليومي، وعلشان نسهل على نفسنا ممكن نقطع خضار زي الخيار والجزر والكرفس ونحطهم في علب في التلاجة عشان لما نحب ننقنق بحاجة صحية ومفيدة. وممكن نغمسها بصوصات هعملها النهاردة صحية جدا. هنبتدي بصوص الحمص بالبنجر. هبتدي اني اجيب حمص بطحينة جاهز وهحطه في الخلاط. هنضيف كمية من البنجر، هنمزج البنجر مع الحمص لحد ما يبقى البنجر سلس وناعم. ببساطة هنغرفه، وكده هيبقى أول صوص هنقدمه مع الخضار بقى جاهز. الصوص اللي هنعمله بعد كده هو صوص الجبنة الفتة مع زبادي نسل خالي الدسم. هنخلطه مع جبنة فتة وزعتر أخضر، هنخلطهم كويس. وده الصوص التاني بقى جاهز. وبكده الصوص التاني بقى جاهز، وبقى عندنا وجبة من الخضار والنقنقة الخفيفة والصحية. النهاردة هنتعشى بيتزا خفيفة وصحية وسريعة. هناخد عيش أسمر، هنحط عليه معلقة من صلصة البيتزا وشوية فلفل ألوان وزيتون، أي نوع زيتون إحنا بنحبه. وعشان نخليها خفيفة هنستخدم جبنة موتزاريلا لايت. وهنحطها في الفرن يا دوبك نحمر الجبنة من فوق. هنشوف البيتزا، واول ما الجبنه تسيح هتبقى البيتزا خلصت. وبكده بقى عندنا بيتزا صحيه وسريعه.
لو حبينا ناخد وجبة خفيفة خلال النهار ممكن نختار حاجة صحية زي السموذي. النهاردة هنعمل سموذي بالموز والفراولة وزبادي نسل خالي الدسم والعسل. هحط كل المكونات مع بعض في الخلاط. هنضيف زبادي نسل خالي الدسم، هضيف عسل حسب الرغبة، لو بتحبوه مسكر ممكن تضيفوا أكتر. أحلى حاجة بالسموذي إنه سريع، بيتعمل كله بخطوة واحدة، مفيد وصحي ومختلف عن الوجبات الصحية اللي احنا متعودين عليها. ما تنسوش تجربوا وصفاتنا وتشاركونا برأيكم على صفحتنا على الفيسبوك والإنستجرام.